بعد ما سافرت افتكرت إني هبقى أخف. مدينة جديدة، ناس ما تعرفش اسمي كامل ولا تعرف إن في صورة معلقة في بيت بعيد أنا واقفة فيها وقلبي مش موجود. اشتغلت أكتر، ضحكت أكتر قدام الناس، اتعلمت أقول أنا كويسة بسهولة غريبة. بس في الليل كنت بسأل نفسي سؤال واحد: هو أنا فعلاً بعدت ولا أنا بس غيرت العنوان؟ كريم حاول يكلمني كام مرة، كنت برد باختصار. هو كان عايز يحكي، يفضفض، يقول إن اللي حصل غلط، بس أنا ما كنتش محتاجة حد يثبت إنه غلط. أنا كنت محتاجة حد يرجع لي إحساسي بالأمان، وده ما كانش في إيد حد. بعد شهور أبويا بعت لي رسالة، مش طويلة، كلمتين بس: وحشتيني. قعدت أبص على الشاشة وقت طويل، حسيت بحاجتين مع بعض: حنين وغضب هادي. رديت بعد يومين: أنا كويسة. يمكن كنت بكدب، يمكن لأ. في مرة رجعت زيارة سريعة، مش عشانهم، عشان نفسي. البيت كان متغير، الستاير اتبدلت، الكنبة اتحركت، حتى ريحة المكان مش هي. دخلت أوضة أمي، كانت أوضة ضيوف دلوقتي. وقفت في النص، ما عيطتش، ما اتكسرتش، بس لأول مرة ما حسيتش إني الضحية، حسيت إني نجيت. مش لأنهم اتغيروا ولا لأن العدل اتحقق، لكن لأني ما بقتش مستنية اعتذار ولا تفسير ولا إحساس بالذنب منهم. قابلت أبويا في المطبخ، كان باين عليه إنه كبر. بصلي وقال: كنتي فاكرة إني نسيت أمك؟ قلت بهدوء: أنا عمري ما خفت إنك تنساها، أنا خفت إنك تستبدلها. سكت، وسكوته كان أول حاجة صادقة تحصل بينا من سنين. نهى دخلت بعد شوية، ابتسمت نفس الابتسامة، بس المرة دي ما وجعتنيش، لأني فهمت حاجة متأخرة. الوجع ما كانش منها ولا منه، كان من التوقعات اللي اتكسرت، ومن الصورة اللي أنا رسمتها وهم عاشوا غيرها. رجعت مدينتي تاني، المرة دي من غير هروب. ابتديت أعيش فعلاً، مش عشان أثبت حاجة ولا عشان أهرب من حاجة، بس عشان أنا أستاهل حياة مش مربوطة بذكرى موجعة. ولما حد سألني بعد فترة: سامحتي؟ ابتسمت وقلت: أنا ما حاربتش أصلاً، أنا بس مشيت.